طيب واحده من ضمن الحاجات اللي بتطرح خلال الفتره اللي فاتت انه الاهلي عنده مشكله في اوضه اللبس بسبب زيزو وبسبب مش عارف مطالبات اللعيبه، رايك ايه في القصه ديت؟ هل الاهلي عنده مشكله في اوضه اللبس اصلا؟ منظور الموضوع ده شايفه ازاي من وجهه نظرك؟ مش عارف، عمر ما كان بيحصل مشاكل في اوضه اللبس في الاهلي للدرجه اللي توترك للدرجه بامان. حتى يعني ايه، ما اعرفش اللي هيحصل بعد كده ايه. بس انت فكرتني بقى بحاجه. انا شايف، وانا من اكتر والله العظيم من اكتر محبي والناس اللي بتحترم محمود حسن تريزيجيه كويس. وشايف قد ايه هو كان شايل منتخب مصر في اوقات اكتر من صلاح نفسه. فير اهو. ماشي. هل هو البروفايل الصح للنادي الاهلي دلوقتي في الوقت ده في السن ده؟ بالاعتبار بقى للنقطه بتاعت الاجور اللي انت بتقولها دي، تاني نقطه. النقطه الاولى البروفايل بتاع تريزيجيه، وانتوا صلحوا لي، انتوا بتفهموا في الكوره اكتر مني بجد، مش بجاملكم. البروفايل بتاع تريزيجيه واحسن فتراته مع منتخب مصر مش كانت في وقت كوبر؟ كنا وقتها فريق ترانزيشن كاونتر اتاك شويه، صح، وكان عز سنه والانرجي بتاعته. ماشي. طيب انت كاهلي هتلعب الماتش بتاع انك انت تتعامل انك تكاونتر كم مره في السنه؟ قليل قوي. 4 مرات، 5 بالظبط، بكتير. هو كده. هنا بقى انا جايب بس في افريقيا هتحتاج بقى يا فندم، في افريقيا هتحتاج كم مره؟ يعني انا جايب تريزيجيه بجلاله قدره عشان 4 ماتشات في السنه. بس هو بيعرف يعمل حاجات كتير برضه. انا بص، ما هو انا بس خايف اتفهم ان انا ضد تريزيجيه. انت فاهم قصدي برضه. خد بالك ان انت هنا جايب لعيب مصري قريب من كواليتي اللعيب الاجنبي اللي ممكن تشتريه، وما خدتش مكان اجنبي. البروفايل ده انت من اول ماتش الراجل ادرك غلطته، ودي من الحاجات اللي المفروض تحسب له ريبيرو، وبدا ببن شرقي. انا عايز اقول لك انك ذكي قوي يا فندم، ذكي قوي. انت هربت من السؤال يا ابني. بتتريق عليا؟ ذكي قوي. انت هربت من السؤال. انهي سؤال؟ هرب من اوضه اللبس. لا والفلوس تهربت. هو لا هو بالعكس، ده انا بزود النقطه اللي ممكن تؤدي للمشكله. هو هيكمل حاجه انا بزود لك نقطه ممكن تودي للمشكله اللي هو بيقولها دي. لا هو مكمل عليها، بقى حمل على ريبيرو فكره ان لعيب كبير انا مش عارف اوظفه ازاي ببروفايله ده في فرقه طول الوقت الناس راكنه قدام الاتوبيس، وانا مش هحترم نفسي لو انا جايب تريزيجيه وبلعبه شوط تاني لما اكون انا متقدم مش حلوه. لا ما اعتقدش ان هيحصل مشكله في اوضه اللبس، ولاعيبه الاهلي متاهلين كويس عاده، فبيعرفوا يعدوا الحاجات دي. متاهلين؟ في بروسس اسمه الاهلنه، دي حاجه جديده. لو عديت بيه بتبقى كلاعب منظم منضبط محترف. اهلنه عشان كده لما بناخد اهلنه اللاعب. حلو، حطه في المنظم. في زملكانيه اللاعب ولا مفيش؟ لا في زملكه اللاعب. زملكه بقى دي بتبقى في الاسم بقى مش في لا في اهلنه اللاعب وزملكه اللاعب. انا بقى بص، هي عشان على الحياه هنحاول نقلد بعض يعني انا اقول صامدون تقول انت لا اقول مش لازم. مش لازم تقلدني. هو في اهلنه ماشي. فالاهلنه دي ان شاء الله تعدي على خير، والفرقه مش هيبقى فيها مشاكل. وبالعكس انا بقى عايز بقى في ان الماتش ده هيبقى مفتوح وفي جوان كتيره ممكن يعني انا حاسس ان ماتش 4-2 الاهلي، عارف 4-3 3-2 حاسه في المنطقه دي.